سلام سلام، مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم رجعتكم بوصفة من زمان أمهاتنا، وصفة بسيطة بمكونات موجودة في كل بيت. صباع العروسة المقلية اللي كنا نلقاوها دائما مع قهوة العصر ولمة العائلة، هشة خفيفة ومغطسة في السكر تذوب في الفم وتفكرنا بأيام الزمان الجميلة. يلا نحضروها مع بعض. نستخدم في هذه الوصفة نصف كأس شاي من السكر، ربع كأس شاي من الزيت، نصف كأس شاي من الحليب، حبة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا، خميرة كيميائية، وفرينة ماما اللي تخلي الحلوى تجي هشة من الداخل ومذهبة بشكل متوازن. طريقة التحضير: في وعاء نضع البيض والسكر والزيت والفانيليا ونخلط جيدا، ثم نضيف الحليب، بعد ذلك نضيف الفرينة والخميرة الكيميائية ونجمع العجينة، ويجب أن تكون العجينة طرية لا تلتصق باليد. بعد ذلك نشكلها على شكل أصابع مثل ما موضح في الفيديو، ونقليها على نار هادئة لكي تطهى من الداخل. وهذه هي كانت وصفتنا لليوم. صباع العروسة جاهزة، ذهبية هشة ومع رشة سكر تعطيها لمسة لا تقاوم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الوصفات جربتها قبلك. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.